في يوم 10 فبراير سنة 2020 كانت الحاجة أم مصطفى قاعدة بتشوف الرسالة اللي جات لها على موبايلها، بس لما بتفتح الرسالة بتتصدم من المفاجأة اللي شافتها. صورة بنتها وهي لابسة هدوم كاشفة لجسمها كله، ومكتوب تحتيها رسالة تهديد بتقول أنا هخلي بنتك ترند في كل مكان. لا، والأغرب من كده كمان إن بنتها بدأ يجيلها مكالمات جنسية غريبة، وانتشرت صورتها على كل وسائل التواصل الاجتماعي. يا ترى مين اللي بيعمل كده؟ وإيه سر الصور والتهديد ده؟ علشان تفهم القصة كلها شوف معايا الموضوع من أوله. الحكاية بدأت سنة 1998 لما اتولد هشام محمود حمدون في منطقة باغوس في محافظة الفيوم. والحقيقة ان والده طيب جدا ومتدين ومعروف في المنطقة كلها. والحاج محمود كان عنده ولد تاني اكبر من هشام، وبالرغم ان اخوه الكبير كان مجتهد واخلاقه كويسة، بس هشام كان مستهتر واخلاقه فاسدة، وان هو عكس اخوه تماما ومش مهتم بالتعليم، وكمان كان طول الوقت كان بيقضيه في الشارع. بس الحقيقة اللي كان معروف ان هشام كان شخصيته ضعيفة، وكمان صفاته الشخصية واخلاقه الوحشة كانت بتخلي الناس تستهزأ بيه. ده غير كمان ان هو كان شخص مش محبوب بسبب تصرفاته، وطبعا كان طول الوقت ابوه وامه بيحسنوا من سلوكه، بس بصراحة كده ما كانش فيه فايدة معاه، وكان دايما بيسبب لهم مشاكل مع اهل المنطقة. وده لان هشام عارف نفسه ان هو مش محبوب، لكن كان بيفرض نفسه على الناس، وكان بيقعد معاهم ويتكلم كأنه شخص مشغول، وطبعا كان بيكذب طول الوقت علشان يخلي الناس تحبه. لكن الحقيقة ان كلهم كانوا عارفين ان هو كان بيكذب عليهم. ده كمان بالعكس كان في ناس بتستغل شخصيته الضعيفة وتفكيره، وكانوا بيضحكوا عليه او حتى ينصبوا عليه في فلوس. لكن كل ده ما كانش بيفرق مع هشام، لان المهم عنده انه طول الوقت يقعد مع ناس وعامل انهم صحابه. وفضل على الحال ده سنين كتير، واهمل دراسته ومذاكرته. المهم ان دلوقتي امه بتموت ونفسيته بتتاثر جدا، وساعتها بدا يسهر واخلاقه باظت اكتر. وطبعا النتيجه الطبيعيه بعد كل اللي عمله ده ان هو يفشل في دراسته. لكن اخوه الكبير نجح وبقى معيد في الجامعه بتاعته. وفي الحقيقه ان هشام كان حاسس بالغيره من ناحيه اخوه، لان ابوه بدا يفرق ما بينهم في المعامله، لانه ما بقاش ناجح زي اخوه الكبير. وساعتها بدا هشام ان هو يقول للناس ان هو شغال في البرمجه وبيشتغل في شركه جوجل نفسها. مش بس كده، ده كمان بقى بيقول للناس ان هو سافر المانيا وقعد فيها فتره، واخد كورسات برمجه وشهادات من هناك كمان، وعمل على كل وسائل التواصل الاجتماعي صفحه شخصيه ليه، وبدا ينشر فيها كل الاكاذيب بتاعته بانه مهندس كمبيوتر وبيشتغل في البرمجه، وان هو كمان المدير التنفيذي لشركه جوجل في مصر. مش بس كده، ده بدأ يعلن عن كورسات برمجة وهو أصلا ما يعرفش عنها أي حاجة، ولا عن جوجل اللي بيدعي إن هو شغال فيها. وطبعا ده خلى هشام شخص مغرور جدا. وفي سنة 2019 هشام بيتعرف على واحدة اسمها منار الأعصري ساكنة معاه في الفيوم، وطبعا لانهم بلد محافظة بيروح يتقدم لها فورا علشان تبقى علاقتهم رسمية ما بين الناس. لكن طبعا منار بعد ما بتتعرف على خطيبها وتعرف حقيقته وشخصيته السطحية واخلاقه الوحشة بتقرر انها تفسخ الخطوبة بعد 3 شهور. لكن هشام وقتها بيحاول انه يخليها ترجع في قرارها، ويفضل يكلم اهلها واخواتها علشان ترجع له. لكن بالرغم من كل ده هي اصلا بترفض، وبتفهم اهلها ان هو شخص مخادع وكذاب واخلاقه مش كويسة. بس يظهر ان الغرور صور لهشام ان هو شخصية ما ينفعش تترفض، علشان كده قرر ان هو يرجع منار حتى لو بالعافية. وبدأ ساعتها يهددها انها لو ما رجعتلوش هيبوظ سمعتها قدام الناس كلها. طبعا وقتها منار بتقرر ان هي تقطع علاقتها بهشام نهائي، وبتعمل له بلوك لارقامه وكل حساباته. لكن هو مش بيستسلم، بيشتري ارقام جديدة وبيكلمها منها وبيبعت لها رسائل. مش بس كده، ده كمان بيروح يعمل لها محضر في الاسم، وبيقول في المحضر ان منار واهلها اخدوا منه الشبكة بتاعته، وكمان بيقدم ضدها بلاغ هي واهلها بانهم كذبوا عليه وقالوا له ان هي بنت مؤدبة وكويسة، لكنه اكتشف ان هي بنت مش كويسة وكمان بتشرب مخدرات. ده كمان طلب من الشرطة انها تعمل لمنار فحص عن كشف العذرية وفحص كمان عن المخدرات. لكن طبعا كل البلاغات دي اتحفظت في النيابة لانه ما كانش عنده اي دليل، وواضح ان هو شخص بتاع مشاكل. وده لان دي مش اول مرة هشام يعمل بلاغات كيدية ضد الناس، والحقيقة انه بيلجأ للموضوع ده على طول. ده حتى الناس اللي في المحكمة بقوا بيقولوا عليه زبون دايم في المحاكم، لان اي حد كان هشام بيحس ان هو بيضايقه كان بيروح يقدم فيه بلاغ كيدي على طول. وطبعا بيقول في البلاغ ده اي حاجه والسلام، لانه عايز يضايق الراجل ده وخلاص. وطبعا معظم البلاغات اللي كان بيقدمها كانت بتتحفظ في النيابه لان مفيش اي دليل عليها. وهو ده نفس الموضوع اللي اتبعه هشام مع منار، وبدا يبعت لها رسائل بارقام المحاضر اللي عملها لها علشان ساعتها تخاف وترجع له. لكن برضه ما كانش فيه اي فايده، لان هي ما كانتش عايزه ترجع له، بالذات بعد ما ظهرت شخصيته الكامله.
ساعتها هشام اخد صور منار وبدأ ان هو يشتغل عليها على الفوتوشوب وعمل لها صور فاضحة ونشرها لها على كل وسائل التواصل الاجتماعي. مش بس كده، ده بدأ كمان ان هو يقول لأهل بلدهم في الفيوم ان منار بنت مش كويسة، وبدأ ان هو يخوض في شرفها وان هو اللي فسخ الخطوبة بعد ما اكتشف ان هي مش عذراء. وطبعا لان في ناس عارفة ان هو بيكذب وبيعمل حوارات كتير، ففي ناس ما كانتش مصدقة، لكن برضو في ناس اخدت فكرة وحشة جدا عن منار. ولانهم في محافظة الفيوم واللي معروف عنها ان هي بلد محافظة، كان الكلام عن الاخلاق والسمعة بينتشر بسرعة بين اهل البلد. طبعا منار على قد ما كانت بتستحمل الرسائل والمكالمات اللي كانت بتجيلها، لكن مش قادرة تستحمل نظرات الناس ليها، علشان كده قررت ان هي مش هتخرج من البيت. والحقيقة ان ده اثر جدا على نفسية منار، لان هشام بوظ سمعتها قدام الناس وبيهددها طول الوقت. طبعا كان بيبعت لها وبيقول لها ان هو مش هيشوه سمعتها بس، لا ده كمان هيشوه وشها بمية نار. وبدأ كمان ان هو ينشر الصور بتاعتها اللي عملها على الفوتوشوب على مواقع بنات الليل اللي شغالين في الدعارة، وكان بيحط في المواقع دي صورة منار ورقم تليفونها، وبيقول ان هي شغالة في الدعارة وبتستنى اي حد يكلمها بمقابل مادي. وساعتها هشام بيبعت صور منار الفاضحة دي لأهلها وخاصة أمها، إن أول ما بتشوف صور بنتها بالمنظر ده بتفضل تصرخ وتعيط لأنه شوه سمعة بنتها. أما منار فبدأت فعلا يجيلها مكالمات بعد نص الليل من رجالة مش كويسة بتطلب إنها تقضي معاهم ليلة بمقابل مادي. والحقيقة المكالمات دي كانت كتير جدا، فقررت ان هي تقفل الخط ده وتشتري خط جديد، خاصة بعد ما عرفت ان هو نشر رقمها على كل مواقع الدعارة. طبعا طول الوقت ده ام منار واخواتها كانوا بيدافعوا عنها وبيحاولوا ان هم يحموا بنتهم من اللي بيشوه سمعتها. فبيروح مصطفى اخو منار الكبير لاسم الشرطة علشان يعمل بلاغ ضد هشام لان هو بيبتزها وبيشوه سمعتها. بس الحقيقة ان موقف الشرطة كان غريب، لان المحضر بيتحفظ ومفيش اي اجراء بيتم ضد هشام، وهو لسه شغال في الرسائل والتهديدات اللي بيبعتها لمنار ولعيلتها، وبيقول لهم ان هو هيخلي منار بنتهم ترند وهيخلي الناس كلها تتكلم عن سمعتها وشرفها. طبعا حالة منار النفسية كانت بتتدمر لان هي حاسة ان هي مش عارفة تاخد حقها بالقانون. والمفاجأة كمان ان هم بيلاقوا هشام عمل بلاغ جديد ضد منار وعمل مقاطع صوتية مزيفة بتقول فيها كلام ضد القانون. ده كمان اجر بلطجيه ودفع لهم فلوس علشان يحاولوا يضايقوا منار وهي ماشيه في الشارع. والحقيقه ان المأساة دي فضلت تعاني منها منار واهلها لمده 5 سنين. وفي يوم 11 يوليو سنه 2023 منار واهلها بيجي لهم رسائل شتيمه واهانه على تليفوناتهم والفاظ بشعه جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتهم. ساعتها مصطفى اخو منار بيقرر ان هو ياخد الدليل المادي ده وبيروح يعمل بلاغ تاني ضد هشام في اسم الشرطه، لانه بيبعت رسائل تهديدات وشتايم. وفعلا ساعتها النيابة بتاخد إجراء رسمي ضد هشام. وفي يوم 7 نوفمبر سنة 2023 بيصدر الحكم ضد هشام وبيطالبوه ب20,000 جنيه غرامة و5,000 جنيه تعويض. لكن للأسف هشام مش بيتحبس وبتستمر التهديدات والرسائل اللي بيبعتها لمنار ولأهلها. فبتقرر منار ان هي تروح للمجلس القومي للمرأة علشان تشتكيهم من اللي بيعمله هشام. والحقيقة ان وقتها محدش يهتم بالقضية بتاعتها وبتستمر مأساة منار فترة اطول وبيجيلها رسائل تهديد من هشام بانه هيأذيها. ساعتها مصطفى اخو منار قرر ان هو يعلن القضية قدام الناس كلها، فكتب منشور كبير على صفحته على الفيسبوك وحكى فيه كل حاجة. وكان بداية كلامه ان هو خايف على اخته منار لان هي بتتعرض لتهديد من 5 سنين من واحد اسمه هشام محمود حمدون، وانه خايف لا يكون مصيرها زي مصير نيرة اشرف ويقتلها هشام في يوم من الايام. وبيقول كمان في البوست ان هو قدم بلاغات كتير لكن مفيش فايدة، فبيطلب من كل الجهات والناس المسؤولة التدخل لحل قضية اخته. وهنا كانت المفاجآت والصدمات، لانه اول ما انتشر البوست على الفيسبوك ظهر بنات تانية اتعرضوا لنفس المأساة مع هشام، وبدأت الناس تعرف ان هشام ده شخص خطر وبيهدد البنات. وهنا لما مصطفى عرف ان في حالات تانية بيحصل لها زي اللي بيحصل لاخته قرر ان هو يعمل بلاغ تاني في المحكمة، وساعتها ضم مع اخته بنات كتير ومن ضمنهم واحدة اسمها مريم، ودي عاشت تقريبا نفس مأساة منار لكنها ما كانتش بتتكلم علشان كانت خايفة على سمعتها. طبعا بعد ما انتشر البوست في كل مكان بدأت السلطات والنيابة العامة تاخد خطوة فعلية في القضية، خاصة بعد ما انتشر الكلام وردود افعال الناس كانت بتطالب بحبس هشام
والحكم عليه، علشان ساعتها يكون عبرة لكل الناس، وكمان علشان البنات ما تخافش لو اتعرضت لأي ابتزاز. ده الغريب كمان ان من ضمن الجرائم اللي ظهرت ضد هشام ان هو عامل سنتر تعليمي وما بيديش كورسات الا للبنات بس. والحقيقة ان في واحدة كانت بتحكي تجربتها مع هشام، بتقول ان هي لما راحت كورس البرمجة بتاعه لقيته اصلا مش فاهم في المجال، وطول الوقت بيتكلم عن خطيبته اللي ضحكت عليه ومشيت، وده سبب له مأساة نفسية في حياته. وبدأ كمان ان هو يكلم البنات باسلوب ملتوي، كان بيطلب كمان ارقام تليفوناتهم الشخصيه بحجه ان هو عايز يضمهم لجروب الواتساب بتاع الكورس، لكن في الحقيقه كان بياخد الارقام دي وبيبدا يتكلم مع البنات، وكان شويه بشويه بيستقصد اي بنت تعجبه وبيقول لها كلام جنسي والفاظ فظيعه. ومن ضمن التعليقات اللي كانت في البوست كان في واحده بتقول ان هي تعرضت لمكالمه سخيفه من هشام بيطلب منها ان هي تقضي ليله معاه. طبعا كان في جرائم ومفاجآت تانية تم اكتشافها في البوست ده ضد هشام، والحقيقه ان هشام بدا يحس ان في خطر حواليه، فبدا ان هو يبعت لناس ما يعرفهمش وكانهم اصدقاء ليه، وبيطلب منهم انهم ينشروا على صفحاتهم بان الصفحات الشخصيه والناس اللي بتبعت تهديد لمنار او لاي واحده دي كلها مش بتاعته، وان اللي بيعمل كده ناس سرقوه وضحكوا عليه. ده كمان بيقول ان هو كان مخطوف وعايز حد ينقذه ويدفع له فلوس. يعني بصراحه كده مصايب وكوارث اكتشفوها عن هشام، ودلوقتي بقى عنده بدل القضية 10 قواضي ب10 تهم مختلفة، وفعلا بيتم القبض عليه يوم 15 يناير 2025 وبيتحبس 4 ايام على ذمة القضية. وفي يوم 20 يناير النيابة بتجدد حبس هشام 15 يوم عقبال ما يخلصوا التحقيقات والمحاضر اللي متقدمة ضده. وبيتوجه لهشام شوية تهم حلوة، سب وقصف وإيذاء نفسي وادعاء كاذب وابتزاز وتهديد وتهم تانية كتير، وهيكون مصيره السجن لفترة طويلة، وبصراحة يستحق أكتر من كده. بس الحقيقة هشام بيفكر يفاجئنا بمصيبة جديدة. في يوم 21 أثناء العرض على النيابة هشام بيهرب من الحارس وينط من شباك وكيل النيابة، لكن لحسن الحظ إن هو مش بيموت، لكنه بيتعرض لإصابات وكسور وبيتم نقله للمستشفى. لكن الحقيقة إن محدش فاهم هو عمل كده ليه، هل كان بيفكر في الهروب ولا حس بالندم وقرر ان هو ينهي حياته؟ الحقيقة ان السبب مش مفهوم، لكن المهم دلوقتي ان هو تحت الحراسة المشددة وهياخد العقاب اللي يستحقه. ودلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر ليه هشام فكر في الانتحار؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.